شركات الميديا كتير وفي شركات بجد خطيره، ولكن من البرسبكتيف بتاعي انا بحب قوي ان الشركه او المكان اللي انا اكون بتكلم عنه او المكان اللي انا بعمله بيكون بالنسبه لي حاجه بيرسونال او اكون انا بحبه بشكل معين. وعشان كده انا النهارده منورني رامز، واحنا اصلا طياره يعني بيرفكت بالنسبه لي كشكل وكلوك وككونتنت بيطلع اللي انتوا بتطلعوه او اللي انتوا بتشتغلوا فيه اصلا اوريدي. بحب قوي ده. فاول حاجه عايز اتعرف بيك. انا رامز 37 سنه، مهندس معماري. واضح ان كلها مهندسين. كنا لسه بنتكلم ان احنا شكل الهندسه مش نافع. لا بس اشتغلت 7 سنين في الهندسه، وجنبها كنت بعمل ستاند اب كوميدي وتطور ليوتيوب شو. بعد كده محمد بسيوني شريكي الحالي يعتبر هو اللي اكتشفني، كنت بعمل ستاند اب كوميدي، قال لي ما تيجي نعمل حاجه مع بعض. فعملنا حاجه اسمها دي سلطه 2011 من حوالي 12 سنه، تطورت بعديها بسنتين لطياره، والهندسه بقى خلاص سبتها وبقيت بشتغل في الميديا وفي طياره ماسك الكريتيف والبزنس ديفلوبمنت. How did you start؟ انت ازاي بدات تشتغل في الميديا؟ يعني الستاند اب كوميدي بعيد شويه عن الموضوع، لكن الميديا بقى الكرييتيف فيلد. والله I'm a very yes person، فاي حد بيقول لي ما تيجي نجرب بقول له يس يلا بينا. ما كانش عندي، انا في فتره كنت فاكر ان انا هبقى مهندس، وبعد كده لما ابتديت ستاند اب كنت فاكر ان انا هبقى ستاند اب كوميديان. بعد كده كل شويه حاجه بتحصل ما بقولش لا وبدي الفرصه اخرها وبشوف ايه اللي هيطلع منها. فبسيوني جه قال لي ما تيجي نعمل برنامج. عملنا برنامج في الاول كان اسمه وات ذا فرق. وكان البرنامج كله معتمد على الفرق، ان احنا بنفرق وبنجري وبنشوف اماكن بسرعه وحاجات كده. حطيناه على يوتيوب 24 ساعه، خدنا 12 ديسلايك و1 لايك. فرميناه وابتدينا من اول وجديد. وبعد كده بقى طياره حصلت، عملنا برنامج اسمه مش امبوسيبل، والدنيا مشيت. بعد كده قعدنا نتعلم ونجرب ونتعلم. 2 مهندسين بقى، واحد مدني وواحد عماره، بيحاولوا يعملوا شركه ميديا. فعملنا كل الغلطات اللي في الكتاب يعني لحد ما مشيت معانا. ما احبطتوش من ده؟ يعني 24 ساعه وديسلايكس جت كتير، وان احنا لا احنا مش هنكمل، احنا خلاص كده ستوب. والله it depends انت في انهي مرحله في حياتك. انا مرحله احنا بنتعلم، واللي مش جاهز يغلط وهو بيتعلم عمره ما هيتعلم. في رياضات اصلا بيعلموك ازاي تقع قبل ما يعلموك ازاي تعمل الحركه. ف I think ان اهم حاجه ان انت تبقى بتبص للغلطه دي، ان انت تعمل لها كنترول سيف، ان دي غلطه فما تعملهاش تاني. فطول ما انت ماشي بتغلط، اتعلمت دي خلاص، اتعلمت دي غلطات، ف moving forward غلطاتك هتبقى اقل فهتوصل اسرع. فهي غلطات دي part of the process، لو ما غلطتش عمرك ما تتعلم. في الفاست دو مور، نعمل كتير واغلط ومش مشكله. جدا جدا بالظبط. انتوا في طياره، لو في حد، انتوا اكيد بتهايروا ناس واكيد بتقدروا تعرفوا مين الشخص كريتيف، مين الشخص اللي هينفع، مين الشخص اللي مش هينفع. لو في حد عايز يبدا لسه في مجال الميديا، لو هو مهندس او لو هو بره الهندسه، فايه الكونسيدريشنز اللي هو يحطها في اعتباره عشان يقول ان انا اقدر ادخل المجال ده بافضل شكل ممكن؟ هو في طريقين. في الطريق اللي هو دلوقتي بقى الاونلاين فيلد والسوشيال ميديا عامه، مش مستني حد يشتغل في ايجنسي عشان يبين الكرياتيفيتي بتاعته. انت ممكن تبقى قاعد في البيت بالموبايل بتاعك بشويه تول صغيره، تعمل فيديو، تعمل كامبين، تعمل حلقه، تكسر الدنيا. فا I don't think ان الطريق هو طريق الايجنسي او طريق الشركه او اعتقد ان الطريق الاسهل دلوقتي. انا في واحد مره كلمني قال لي انا نفسي اجي طياره عندكم اخد تريننج وحاجات كده. قلت له طيب احنا اول انترنشيب عندنا بعديها كمان شهرين. عقبال ما الشهرين دول جم كان اتشهر فشخ على تيك توك، وبقى عنده 1.5 مليون فولور في الشهرين دول، وما كلمنيش تاني وما احتاجنيش. انا مش محتاج طياره. كلمته قلت له برافو، هو ده اللي المفروض كل حد يقعد في البيت يقعد يجربه. ما تستناش حد يقول لك الهاير جاي امتى او التريننج الجاي امتى او الانترنشيب جاي امتى. انت في البيت بشويه تول صغيره ممكن تكسر الدنيا. هو ليتري بقى اشهر مني في خلال الشهرين دول. اعمل انت الفرصه بتاعتك بنفسك واغلط، يعني ايه المشكله يعني؟ صح، ده حقيقي. انت شغال ناحيه الكرييتيف اكتر، مش قوي بتظهر دلوقتي، يعني مش زي زمان. صح. ف دايما الناس وهي بتبدا بيبقى عندها فكره الجلور، عارف اللي هو
انا عايز اظهر وعايز ابقى موجود وعايز ابقى قدام الناس دايما ظاهر. وبحس ان ده حاجه الناس كتير قوي بتقع فيها، ان هو ممكن يبقى شاطر قوي في الباك ستيج، ان هو يبقى بيحضر وان هو مركز قوي في ده، ويقول لك لا انا عايز اروح ده، فيحصل كونفليكت او يحصل مشكله. والله هو المشكله كمان ان هاخد نفس القصه بتاعت الشهرين اللي واحد اتشهر جدا في خلال شهرين. في ناس عشان بتشوف ساعات النجاح بيجي الناس تانية بسرعه بتبقى مستقصره الطريق قوي، وبياخدوا النجاح او الشهره كهدف مش كنتيجه عن المجهود اللي انت عملته. اعتقد النجاح الصح او الشهره الصح هو نتيجه حاجه انت عملتها اثرت في الناس فبقيت مشهور. لو انت واخد الشهره هي الهدف، اعتقد ان ده مش الطريق الصح اللي هيوصلك لحاجه. انا كنت واحد من الناس اللي اتحطيت قدام كاميرات وانا صغير، ومش دايما ده الطريق اللي بيغذي الانسان بالشكل الصح. شغلي اكتر في المكتب وفي الكرياتيف وفي تدير شركه ازاي، تدير الناس اللي في الشركه ازاي، تدير الكاش مانجمنت بتاعك، تجيب فلوس منين، تدي مرتبات ازاي مقابل مجهود قد ايه، انتاجك قد، كل دي الحاجات اللي بتطورك كانسان. لو مركز بس على الشهره هتفضل في حته معينه قوي وعمرك ما هتكبر فيه. engineering it's a very tough study، وان حد بعد 5 سنين يطلع يقول انا عايز اعمل حاجه تانية، اي نعم في ناس كتير بتعمل كده بس ستيل حاجه صعبه. وممكن تبقى انت وانت في هندسه خلاص انا عرفت ان انا مش عايز حاجه، فانت ازاي ده اثر عليك كهندسه؟ سواء سوفت سكيلز او حاجه تكنيكال او حاجه فرقت معاك في طياره از شغل، از ان انت شغل، او از ان انت كوفاوندر في الشركه. بص انا يعني هتكلم بمنتهى الاريحيه عشان احنا الاربعه مهندسين هنا وكان في 3 مهندسين واقفين فعادي. الدماغ الهندسه بتعرف تكسر المشكله انتو سمول بروبلمز، وبتعرف تخش للمشكله منين. الهندسه عامه بيبقى عندنا بروبلم سولفينج مايند سيت، انت داخل تشمر وهتحل، مش داخل تقول ايه المشكله دي هنعمل فيها ايه. لا، انت اتعودت على طول ان على طول انت مطلوب منك حاجه محتاج تعملها وتنفذها وتكتشف تعملها ازاي وتنفذها ازاي. فانا بحمد ربنا ان انا اتعلمت هندسه، ومتاكد كويس جدا 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 ان هي مخلياني ابص للشغل بشكل مختلف، وفرقت جدا معايا في تفكيري وفرقت معايا في ادارتي اصلا لاي حاجه بعملها. وكنت محظوظ كمان انا في هندسه عماره فانبسطت. I had fun. هي كانت دراسه كمان يعني شويه ارتستيك بالظبط، ورتني مصر وخلتني اروح مش عارف ايه محافظات فين واعمل ايه، فكنت محظوظ واعتقد ان دي طريقه او بدايه يعني كانت مريحه جدا بالنسبه لي ان انا اكمل في اي اتجاه بعد كده. انتوا شركه وانت في البورد، فانت بتبقى شايف الناحيه من ناحيه بيزنس قوي، عارف في ناس دايما تكون فاكره ايه هشتغل كرييتيف مفيش مواعيد وهروح واجي براحتي والدنيا في لذيذ قوي وادفنتشر، وبيبقى فاكر ان لا مفيش روتين ومفيش شغل كل يوم، مفيش ديدلاين وديديكيشن والحاجات دي كلها. فانت ايه رايك من البرسبكتيف بتاعك؟ يعني هقول قاعده عامه، مفيش شغل سهل، في شغل حلو وشغل وحش، بس مفيش شغل سهل. يعني ايه شغل حلو وشغل وحش؟ يعني ممكن تكون لقيت الحاجة اللي انت بتحب تعملها فبتعملها وانت مبسوط، وممكن تكون ربنا ما وفقكش لسه ان انت تلاقي الحتة اللي انت بتحب تعملها وتقدر تاكل منها عيش كمان. بس النظرية ان حد بيشوف الشغل السهل دي نظرية سطحية جدا. حتى لو الشغل هزار، يعني انا عندي شركة تانية، شركة العاب اسمها سوسايتي اوف بلاي. في ناس بتفتكر ان هي عشان شركة العاب فهي شغل سهل. لا احنا بنلعب هو في سهر وفي ديدلاينز وفي دخول برودكشن الساعه 12 بالليل، وفي سهر وفي تطبيق وفي كلاينت وفي ديليفربلز وفي كونتراكت وفي تحصيل فلوس وفي كل حاجه. فمش عشان الشغل ميديا وكريتيف واعلانات وهزار وكده يبقى الموضوع خفيف وسهل. اعتقد مفيش شغل ناجح سهل، بس في شغل ناجح ممكن يبقى حلو وخفيف على قلبك، ممكن يبقى ناجح بس تقيل على قلبك وانت مش مبسوط وانت بتعمله. حلمنا انك تلاقي حاجه انت بتحب تعملها وناجح فيها، بس اللي بيدور على شغل سهل مش احسن، مش هيلاقي. صح، ده حقيقي. اوكي، الظروف دي كمان يعني. عندنا فكره حلوه قوي وعندنا فكره وحشه قوي، عندنا تيم حلو وتيم وحش. لما يبقى الفكره وحشه في تيم حلو، والفكره حلوه في تيم وحش.
ايه اللي هينجح؟ هل الفكره الوحشه والتيم حلو، ولا الفكره الحلوه والتيم على الله حكايته؟ الفكره الحلوه ممكن تنجح لك كامبين، بس عمرها ما هتنجح لك شركه. لكن اون ذا لونج تيرم انا واحد من الكور فاليوز اللي عندي في حياتي هو كلمه فاميلي، سواء فاميلي في البيت او سواء فاميلي في الشغل. لو ما بناش عيله كويسه في الشغل ممكن نخسر كامبين او واحده او اتنين في الاول، بس اون ذا لونج تيرم انت هتعرف تبني شركه، تعرف تبني كلتشر، تعرف تروح الشغل وانت نفسك مفتوحه. فلو هختار حاجه ما بين الاثنين وانا مغمض طبعا التيم. اوكي. التيم هو التيم هو كل حاجه. يعني تخيل نفسك بتروح تشتغل في انجح حته في الدنيا، هم ناجحين وانت مش طايق نفسك ومش طايق الناس والكالتشر صعبه والناس توكسيك ومديرك غلس وبتخصم لك لو اتاخرت 10 دقايق والحاجات دي. الدنيا مش ناقصه رخامه، صح، والدنيا صعبه، فبنسهل على بعض الحياه عشان نضحك في وش بعض ونشتغل واحنا نفسنا مفتوح. انا بشكرك جدا، شكرا ليك، انت كنت معايا في الانترفيو ده. ميرسي ليك. حاجه اخيره خالص، حاجه انت بتبليف في حياتك سواء في الشغل او بره الشغل، ومقتنع ان دي الحاجه اون لونج تيرم وعلى المكسب وعلى كل حاجه، هي دي الحاجه اللي هتكسبك ودي الحاجه اللي هتخليك دايما حاسس ان انت بتعمل حاجه في حياتك. كلمه امباكت، ان ممكن تبتدي بزنس او شغلانه يبقى عينك على الفلوس وربنا يرزقك وكل حاجه، بس لو عايز حاجه فعلا تعيش وتبقى مستدامه وتلاقي ناس مصدقين فيك والتيم بيحب بعضه، لازم تبقى بتعمل فرق في الدنيا. لو عرفت تعمل فرق في الدنيا، ماني والفولو عادي جدا. بس